السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الثانوي المتوسط. موضوعنا اليوم حل تمرينات المفعول فيه، وخلونا نبدأ وياكم على بركة الله. التمرينات صفحة 87 ونبدأ بالتمرين الأول. التمرين الأول طلاب عندنا مطالب. النقطة الأولى: ما المقصود بالمفعول فيه وأي نوع من المفعولات يشبه؟ النقطة الأولى: المفعول فيه هو اسم منصوب يدل على مكان أو زمان وقوع الفعل ويشبه المفعول به. النقطة الثانية: ما أقسام المفعول فيه وما المقصود بكل منها؟ النقطة الثانية: يقسم المفعول فيه إلى ظرف مكان هو اسم منصوب يدل على مكان وقوع الفعل. ظرف زمان هو اسم منصوب يدل على زمان وقوع الفعل. النقطة الثالثة: هناك بعض الألفاظ التي تأتي ظرف مكان تارة وظرف زمان تارة أخرى، اذكرها. النقطة الثالثة: جواب، قبل، بعد، عنده، بينه. هذا التمرين الأول لحد هنا خلصنا من يمه. التمرين الثاني عندنا نص وعندنا بعده مطالب. أول بداية خلونا نقرأ النص. رن جرس الباب فإذا هو صديقي القديم قال: لقد فرقتنا أشغال الحياة وانقطعت أخبارك عني، وها أنا قد جئت الآن بعد هذه السنوات. كنت أقف أمامه مبتسما. قال: أود أن تقاسمني طعامي غدا ظهرا. قلت: وأين؟ قال: أرى من الأنسب أن أستقبلك في داري بين أهلي. أنا ما زلت أسكن في داري التي تعرفها خلف معمل القطن. قلت: ستجدني عندك قبل الظهر. النقطة الأولى: عين الظروف الواردة في القطعة وبين أنواعها. النقطة الأولى: نسوي جدول. الظرف نوعه. عندنا أولا الآن نوعه ظرف زمان، وعندنا أمام نوعه ظرف مكان، وعندنا غدا نوعه ظرف زمان، وعندنا ظهرا نوعه ظرف زمان، وعندنا بين نوعه ظرف مكان، وعندنا خلف نوعه ظرف مكان، وعندنا قبل نوعه ظرف زمان. النقطة الثانية: غدا والآن ظرفا زمان. ما الاختلاف بينهما من حيث الإعراب؟ النقطة الثانية: غدا نوع معرب، الآن نوع مبني. النقطة الثالثة: استخرج الأفعال اللازمة والمتعدية في النص. النقطة الثالثة: نسوي جدول. الفعل نوعه. عندنا أولا قال نوع لازم، وعندنا جئت نوع لازم، وعندنا تقاسمني نوع متعدي، وعندنا أرى نوع متعدي، وعندنا استقبلك نوع متعدي، وعندنا أسكن نوع لازم. رابعا: ما نوع الأفعال المكتوبة باللون الأحمر من حيث التعدي واللزوم؟ النقطة الرابعة هم نسوي جدول. الفعل نوعه. عندنا رن نوع لازم، وعندنا فرقتنا نوع متعدي، وعندنا انقطعت نوع لازم، وعندنا أقف نوع لازم، وعندنا تعرفها نوع متعدي، وعندنا تجدني نوع متعدي.
لحد هنا خلصنا التمرين الثاني. التمرين الثالث: وظف ظروف الزمان والمكان في كتابة تقرير تقدمه لزملائك تعبر فيه عن زيارتك لجمعية كافل اليتيم. التمرين الثالث طلاب يريد منا نكتب نص نوظف به ظروف الزمان والمكان. نكتب له نص: ذهبت أمس مع أبي صباحا إلى جمعية كافل اليتيم التي تقع خلف المتحف البغدادي على يمين الشارع، وكانت رحلة جميلة بعد وقوفنا أمام الأيتام وتوزيع الهدايا. هذا التمرين الثالث. لحد هنا خلصنا من يمه. التمرين الرابع: استخرج الظروف ثم أوجز إعرابها. التمرين الرابع منطينا جمل يريد من يمنا نستخرج من يمهن الظروف ونعربهن. النقطة الأولى: قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. النقطة الأولى عندنا بيها الظرف تحت، يعرب مفعول فيه ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. النقطة الثانية: قال تعالى: اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. النقطة الثانية عندنا بيها الظرف حيث، يعرب مفعول فيه ظرف مكان مبني في محل نصب. النقطة الثالثة: جاء في المثل عند الصباح يحمد القوم السرى. النقطة الثالثة عندنا بيها الظرف عنده، يعرب مفعول فيه ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. النقطة الرابعة: وصلنا إلى مدينة الألعاب بعد افتتاحها بقليل. النقطة الرابعة عندنا بيها الظرف بعد، يعرب مفعول فيه ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. هذا التمرين الرابع. لحد هنا خلصنا من يمه. التمرين الخامس عندنا نص وعندنا بعده طلبات. أول بداية خلونا نقرأ النص. مثل رجلان بين يدي القاضي فقال المدعي: يا سيدي، خرجت من منزلي صباحا فرأيت هذا الرجل يحمل فوق ظهره حطبا، فزلت قدمه ووقع تحت العربة، فناداني لمساعدته، فقلت له: ماذا تعطيني على ذلك؟ فقال: لا شيء. فساعدته فلم يعطني لا شيء، فأنا أريد لا شيء أيها القاضي. فنظر القاضي إلى سجادة مفروشة أمامه، فقال للمدعي: اذهب إلى تلك السجادة وارفعها وخذ ما تجده تحتها. فرفعها الرجل ثم نظر إلى القاضي قائلا: لا شيء تحتها. فقال القاضي: خذه يا رجل فهذا حقك. عندنا هسه المطلب الأول: ماذا حدد كل من بين فوق تحت أمام في النص. نسوي جدول. الظرف الذي حدده عندنا بين حدد المكان، عندنا فوق حدد المكان، عندنا تحت حدد المكان، عندنا أمام حدد المكان. المطلب الثاني: ماذا حددت اللفظة صباحا في النص. صباحا حددت الزمان. المطلب الثالث: ما حركة إعراب كل من أمامه تحتها صباحا. النقطة الثالثة: تعرب ظروف منصوبة بالفتحة. المطلب الرابع:
ضع لفظة بين الواردة في النص في جملتين بحيث تكون في الجملة الأولى ظرف زمان وتكون في الجملة الثانية ظرف مكان. نقول وصلت إلى المنزل بين الصباح والمساء، هنا نوحة ظرف زمان. الجملة الثانية بين المنزل والمدرسة مسافة قصيرة، هنا بين نوحة ظرف مكان. لحد هنا الطلاب ينتهي التمرين الخامس وينتهي موضوعنا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.